اليوم العالمي لمتلازمة داون يساوي 21 من مارس. متلازمة داون تسمى أيضا الثلاثية الصبغية 21. المتلازمة باللغتين الفرنسية والإنجليزية هي ساندروم، وهي مجموعة من الأعراض أو العلامات الجسمية اللي كتظهر على مجموعة من الأشخاص وبشكل متكرر وعندها واحد السبب محدد. فملي كنجيو نشوفوا المتلازمات فكاينه متلازمات مرضيه ومتلازمات جينيه. بالنسبه للمتلازمات المرضيه اللي هي ماشي الموضوع ديالنا، المتلازمات المرضيه الا جينا نعرفوها مثلا كنقولوا صفات معينه للمرض. مثلا عندنا مرض نقص المناعه المكتسبه، الانسان فجاه كيمرض كتظهر عليه اعراض ديال نقص المناعه، وبالتالي هنا كنتكلموا على مرض وجود واحد المرض اللي يعني اضطراب او خلل في وظائف اعضاء الجسم ولا في عضو من اعضاء الجسم. هذا المرض ممكن يتشافى من الانسان منه الانسان ملي ياخذ الدواء، والامراض كتعالج في السبيطار. اما بالنسبه للمتلازمه اللي حنا عندنا هنايا مثلا متلازمه جينيه اللي حنايا كنقلبوا دابا على التعريف ديالها، فهي كتنتج على خلل اثناء الانقسام. يعني خلل كيحدث المورثات الجينيه اللي هي الصبغيات او الكروموزومات، كتنتج على خلل اثناء انقسامهم. والمتلازمات الجينيه كمثال عليها كاينه متلازمه اللي عندنا حنايا اللي مهتمين بها دابا، هي متلازمه داون، واللي هي ماشي مرض، هي خلل جيني، وهي كتعالج ماشي في السبيطار، كتعالج كيتم الاهتمام بها في المؤسسات التعليميه والتدريبيه اللي كتساعد اسر الاطفال الحاملين لها في عمليه تدخل مبكر. شكون هو هاد داون هو طبيب بريطاني كان في القرن 19 وكان اسمه جون لانجدون داون، وهو اللي وصف مجموعة من الأطفال اللي كانوا كيتشابهوا في صفات خلقية معينة. الملامح ديالهم مشتركة على مستوى الوجه، قال أن الوجه ديالهم مستدير وصغير، وعندهم قصر في الرقبة والشعر ناعم، وكان عندهم الفم صغير، الأذنين صغار، الأنف متسطح، عندهم ارتخاء في العضلات ومرونة في العظام، بالإضافة إلى أوصاف أخرى مشتركة اللي ذكرها بلا ما نقولها هنايا نطول عليكم. هو أول واحد اللي سماهم بالأطفال المنغوليين لي مونغوليان. من هنا جات كلمة مونغوليان، حيت هاد الأطفال عندهم ملامح في الوجه اللي كتشبه الناس اللي كاينين في دولة منغوليا اللي كاينة ما بين الصين وروسيا. من بعد تم اكتشاف أن هذه المتلازمة ناتجة عن وجود تثلث على مستوى الصبغي 21 هو اللي كيؤدي إلى هاد المتلازمة كتبان. فمنظمة الصحة العالمية بعد سنة 1960 بدلات هذاك الاسم ديال الأطفال المنغوليين أو المنغوليان وسماتهم أطفال متلازمة. الاسم ديال الأطفال المنغوليين أو المنغوليان وسماتهم أطفال متلازمة داون، ونسبات المتلازمة للعالم اللي وصفها أول مرة اللي هو داون. إذن هذه المتلازمة داون كانت فيما سبق كتسمى بالمنغولية، ولكن الناس في المغرب مازال لحد الآن كيسميو الطفل الحامل ليها بالمنغوليان، اوتوماتيكمون كيقصدوا بها انه طفل معاق، طفل حمق، عنده تخلف عقلي، يقدر يكون كيضرب، ما كيقراش، حياته كامله غيبقى عالة على الاسره ديالو وعلى المجتمع. المشكل ان هذه الكلمه المنغوليه مازال كيستعملوها حتى الاطباء والممرضين اللي عندهم علاقه بالمجال الطبي. انا بالنسبه ليا كنرفض بشده هذا المصطلح هذا ديال المنغوليان اللي مازالين كيعتمدوه، سواء في سياق لغوي متعلق بالاطفال ذوي التثلث الصبغي، سواء كوصف او تعريف بهم، لانه كيعطي واحد الانطباع ان هاد الاطفال هما غير قادرين وغيبقاو ديما حياتهم كامله غير قادرين على التدرب والتعلم والعيش واحد الحياه كريمه. انايا هذا لذلك قررت انني نهضر على هذا اليوم العالمي ونعطي الوجهه ديال الراي ديالي
غير كمشاركه هكذا. شحال من واحد ما عارف شنو كتعني هذه المتلازمه الدون ولا هذا اليوم العالمي علاش كيدار في هذا 21 مارس، وما كيعرفش حتى هاد الاطفال شنو عندهم، شنو الصفات ديالهم، شنو كيقول لهم اطفال عدوانيين انهم مزيانينش. بالعكس هم طيبون للغايه. وما عرفش انايا علاش ما كيتمش الالتفات ليهم في منابر اعلاميه بزاف. الاغلبيه ما هضروش على هذا الموضوع هذا، وكأن الموضوع لا يهم احدا، في حين ان نسبه كبيره من الناس في المغرب راه عندهم هاد الاطفال اللي حاملين هذه المتلازمه. وهذه المتلازمه كغيرها من المتلازمات راه موجوده. بالنسبه للاسر اللي عندهم اطفال اللي حاملينها فكيقلبوا كيضلوا غاديين كيجريو بهم هنا وهنا وهنا. المهم كيقلبوا لهم على حلول وكيرافقوهم من الولاده ديالهم، هما يجريو بهم المختلف المؤسسات التدريبيه والتعليميه، ربما يلقاو فيها حلول ليهم ولو يكون عندهم واحد الامل لصالح هذوك الاطفال. وكاينين اسر اللي كيعانيو في صمت، يا اما كيكونوا شمانين من وجود اطفال اللي عندهم هذه المتلازمه في الاسره ديالهم، لذلك يخليهم غير في الدار سادين عليهم، ويا اما ما كيكونوا ما لقاوش الجهد وبسبب عاوتاني مشاكل ماديه. وبعد كاينين المراكز بعيده، المراكز ديال التدريب ديال الحسي الحركي كتكون بعيده، او المؤسسات التعليميه اللي غادي يقراو فيها هذوك الدراري، ومثلا عن طريق اقسام ديال الدمج في ضمن المؤسسات العموميه او الخاصه. فكيلقاو كيكونوا ديما مشاكل، بعض المرات ما تيتقبلوش هذوك المؤسسات، ما كتقبلهمش. واخا كاين هنايا كاين على مستوى التعليم انه كاين مستجدات انهم داروا وزاره التعليم عطات اوامر باش ان المؤسسات التعليميه يكون فيها واحد الاقسام ديال الدمج ديال الاطفال الصغار الحاملين الاعاقه بصفه عامه. فمازال شي مؤسسات ما تيقبلوش هذوك الدراري اللي كيكونوا حاملين تتلت صغير، كنلقى كيكونوا حالات. هاد الاطفال اللي حاملين هاد متلازمه الدون كتعتبر في المجتمعات كانها فئه منبوذه اللي كتمثل عاله على المجتمع، يعني ما عندها لا نفع لا حتى حاجه. كيفاش يمكن لينا نعرفوا واش الطفل عنده متلازمه داون ولا لا؟ كتشخص هاد متلازمه الدون من خلال ملاحظه وجود هذوك الاعراض اللي كيكونوا على الجسم وملامح الوجه عند الطفل حديث الولاده، وكيتم التاكد من انه عنده المتلازمه ولا لا باجراء فحص ديال الصبغيات، اتخاذ لعينه ديال الدم، وعن طريق تحليله اللي كتسمى الكاريوتيب. هذه التحليله ضروريه لانها كتاكد الوجود ديال المتلازمه او لا، ما كاينه حتى شي طريقه اخرى اللي فعاله. فكما قلنا سابقا ان المتلازمه الجينيه هي ظهور اعراض لخلل جيني عند الطفل. فمتلازمة داون أو يعرفوا بالتتلت الصبغي 21 هي ناتجة عن واحد الخلل في الصبغيات الوراثية للجنين، وخاصة داك الصبغي رقم 21، حيث أن كل إنسان منا عنده 46 صبغي أو كروموزوم. الصبغي هو كروموزوم، يعني كل واحد فينا كياخذ 23 صبغي من عند الاب ديالو و23 صبغي من عند الام ديالو، هي 46 صبغي. الا ان في الحاله ديال الاطفال الحاملين متلازمه داون او تتلو الصبغي فهم عندهم الخلل كيكون في داك الصبغي 21 اللي كينقسم على 3، ماشي كينقسم على 2 بحال بقيه الصبغيات. وكتولي عند الجنين اثناء التكون ديالو الجينات ديال الجسم ديالو كتولي عنده 47 صبغي عوض 46. متلازمة داون ماشي مرض، وإنما هي خلل أو حادثة جينية كتحدث أثناء انقسام الكروموزوم الجيني ديال الجنين. بالنسبة للأسباب حتى واحد ما عارفها شنو هي بصفة دقيقة، أسباب غير معروفة. وفي أغلب المختصين في مجال الطب أكدوا أن ما عندهاش واحد علاقة بالغذاء ولا الأدوية ولا المرض الأم ولا الأب قبل الحمل، إلا أنهم شكوا في واحد المسألة اللي هي التقدم ديال السن ديال المرأة اللي غادي تولد هذا الطفل. زعما
تكون اكثر من 35 عام ولا شي حاجه. الا ان كاينين النساء اللي عندهم من 35 لتحت حتى هما ولدوا اطفال عندهم تثلث صبغي 21. يعني عاديه هذه المساله، ما عندهاش، انا كنشوف بعدا ما عندهاش علاقه بالسن ديال الام. وبالنسبه لديك التحليلات ديال الكاريوتيب اللي قلت، ففي الغالب كيطلبوه الاطباء ديال الاطفال مورا الولاده ديال الطفل. بحال بنتي ياسمين طلبوها ليا النهار الثاني فاش ولدتها، طلبوها ليا كتخرج النتيجه على اسبوع، يعني سيمانه عاد خرجت لي النتيجه. الثمن ديالها شويه يعني تقريبا شي 1100 درهم اللي كنت خلص، يمكن الا بقيت عاقله الثمن شويه مرتفع. ولكن بالنسبه لما ان الامر كيعني عنده علاقه بمستقبل وحياه واحد الطفل اللي مازال صغير وعاد كيتسنى المستقبل القدام، فيجب اننا نتاكدوا واش عنده هذه المتلازمه ولا عنده متلازمه اخرى ولا ما عنده حتى حاجه. ومن الضروري باش يدار هذا التحليل باش يتم تدخل المبكر. الجينات هي المسؤوله عن تحديد الوظائف ديال الجسم كامله. لذلك هذه المتلازمه كيحدثوا عليها واحد النتائج صحيه كثيره اللي كتختلف من شخص لشخص، وبالتالي خاص التدخل المبكر باش نحلوا هذه المشاكل كامله. لان ماشي مرض اللي غادي ناخذوا الدواء وغادي صافي غادي نبرا، لا، هي كتنتج امراض، كينتجوا عليها امراض اللي خصهم يتداووا. لذلك كانوا الاشخاص اللي كيحملوها كانوا شحال هذه الاعوام الماضيه كانوا كيتوفاو بنسبه كبيره، ما كيفوتوش ديك مثلا هكا 30 سنه ولا 40. الا ان حاليا الحمد لله بدات النسب ديال مدى الحياه كترتفع. تقريبا كنت قريت في واحد الكتاب شي تقريبا كيوصلوا 60 سنه. المهم الاعمار بيد الله. غير هي نظرا للتقدم الطبي وهذا ما كيموتوش بسبب هذه المتلازمه، كيموتوا بسبب المشاكل والامراض اللي كتنتج على هذه المتلازمه، لان كيكونوا بزاف من ضمنها كاين اعاقه ذهنيه اللي كتنقص او كتزاد الحده ديالها من شخص اخر ياك. وكيعاود مشاكل اخرى مثلا في الغدد كالغده الدرقيه المتعلقه بالنمو ديال الشخص، كتكون بعض المرات النتيجه ديالها مرتفعه. بحال بنتي مني تزادت كانت الغده الدرقيه نتيجتها طالعه. كاين امراض الدم بحال مرض اللوكيميا، كاين مشاكل على مستوى القلب كالعيوب الخلقيه، وهذه كتكون ديما. بنتي تزادت بتقبه دازت 4 شهور الحمد لله تسدات. بقى لها دابا واحد العريق هو اللي محلول واحد الشريان كيقولوا ليه ما عرفتش ديك السميه، المهم شريان كيربط ما بين الريه والقلب، هو اللي مازال. كل مره كندير لها واحد المتابعه عند الطبيبه على 6 شهور كنمشي. دابا راه قريب يتجمع. غير قالت لي ما في الاول قالت لي جراحه، دابا ما نحتاجوش الحمد لله. القسطره ما نحتاجوش ليها الحمد لله، وان شاء الله غادي نرجعوا عندها في شهر 1 من 2023. كنتمنى من الله انها تكون تسدات هذيك الساعه. كاين عاود مشاكل على مستوى الجهاز الهضمي. بالنسبه للامعاء كاين الجهاز التنفسي تا يكون فيه مشاكل في السمع. كاين اللي كيكون عنده نقص في السمع ولا فقدان السمع. بنتي كانوا عندها التهابات ودرت لها عمليه ومازال انا متبعه دابا في المستشفى ديال السويسي ديال الاطفال. بالنسبه للاطفال الحاملين لهاد المتلازمه ديال داون او تثلث الصبغي 21، وهاد الاطفال هادو ما كيكرهوا حتى واحد وما كيعرفوش شنو هو معنى الكره، وكيتعاملوا مع الانسان سواء كيعرفوه ولا ما كيعرفوش، كيتعاملوا معاه بحب وبصدق، وهم ملائكه في هيئه بشر. الاشخاص اللي في المجتمع كيتاخذوا واحد المواقف سلبيه تجاههم، حيت الناس ما مازالين عارفين والو عليهم.
وإضافة إلى ذلك كاين قلة في المراكز التوعوية اللي مختصة بالمساعدة وبالدعم ديال هاد الأسر، خاصة الأسر الجديدة اللي يلا عاد زادوا عندهم أطفال عندهم هاد المتلازمة، بالإضافة إلى الخدمات ديال التدخل المبكر فكتحتاج إلى مصاريف دائما تكون هاد المصاريف طول الحياة ديال هاد الأطفال. وفي بعض المناطق كنلقاو المراكز ديال التدخل المبكر قليلة ولا منعدمة كاع. وإضافة إلى ذلك واحد المرحلة دزت منها أنا وكنبغي حتى الناس اللي غيدوزو منها، يعني الناس اللي غيترزقوا بدراري جداد عندهم تسلط الصبغي كنتمناهم يتجاوزوها ويكونوا على خير وبخير، لان شنا هي ديك المرحله ديال الصدمه. يعني ما كاينينش واحد الناس اللي كيكونوا في ديك الساعه في الوقت ديال الولاده انهم يكونوا مرافقين ديك المراه ملي يلا كتولد الطفل وكيخبروها بانه هذاك الطفل راه حامل المتلازمه داون، لان الطريقه باش كتخبر الام بالضبط الام الطريقه باش كيخبروها كتكون طريقه قاسيه جدا، خاصه اللي استعملوا ديك الكلمه ديال مونغوليان. هذه كتجيب وقع واحد الصدمه، خاصه الناس اللي ما كيكونوش عارفين شنو كتعني مونغوليان. كيكونوا عارفين بان الطفل كيكون ما عندوش العقل، كيكون ما غيقراش، ما عنده مستقبل، كيبدا يقول لي لا مت اشنو غيطرى لهذا الدري الى المهم مجموعه من الافكار السوداء اللي كتجي الام في اللحظه فاش كيخبروها بهذا الخبر. هذا كيكون المجتمع ما عنده هو حتى المام بهذيك الوضعيه ديال الام ديك الساعه. مهم اضافه الى ذلك ما كايناش واحد القاعده اللي قاعده ديال البيانات وديال الاحصاءات الدقيقه اللي كتبين العدد ديال هاد الاطفال والاشخاص. فإلا جينا نشوفوا فالمجتمع عنده واحد الواجب كبير اللي خصو يكون تجاه هاد الافراد الحاملين لهاد المتلازمات داون. ملي نبغيو نهضروا عليهم فما خصناش نقولوا اولا بعد اول حاجه ما خصناش نقولوا انهم مونغوليان، خصنا نقولوا هاد الاشخاص حاملين المتلازمه داون. ما خصناش نقولوا انهم مصابين بهاد المتلازمه، لانهم ماشي مصابين، هادوك حاملين يعني في التكونات في الجينات ديالهم، ماشي مرض تصابوا به. ما نقولوش عاوتاني يعانون من متلازمه داون، لانهم ما كيعانيوش من هاد المتلازمه، كيعانيو من النتائج اللي تقدر تجي ولا من الامراض اللي كتنتج على المتلازمه ياك. وعاود ما نقولوش طفل متلازمه داون، كنقولوا طفل حامل للتسلط الصبغي 21 ولا طفل حامل المتلازمه داون. بالنسبه للمجتمع انايا كيبان ليا ان خصو يتقبل هذه الفئه من الاطفال، لانهم بحال الاطفال العاديين، فهم خصو يتقبلهم ماشي يشفق عليهم، ما تكونش واحد النوع د الشفقه، خصو يكون تقبل. وبالنسبه لهاد الاطفال حتى هما الاسر ديالهم فديما كيواجهوا واحد الصعوبات وواحد التحديات كبيره. خاص تكون عند الناس عاوتاني في المجتمع واحد الثقافه ديال الاختلاف. وهذا اليوم العالمي للمتلازمات داون ما كافيش بالنسبه ليا انهم يحددوه في نهار واحد، وخصهم العمل على التعريف اكثر بهاد الاطفال هادو، وخاص يتم نشر الوعي على طول السنه بهاد الاطفال وبالحاله ديالهم سواء الصحيه ولا النفسيه، وخاص تكون المطالبه المستمره بالحقوق ديالهم باش نحققوا واحد التغيير كبير في حياتهم، ويكونوا عندهم واحد التطوير على مدى القدرات ديالهم باش يتم دمجهم في المجتمع.